اليوم راح اشرح لكم طريقة الدولمة شلون تكون مثل الاصابع او الاقلام. بنات عندي هذا السلك، شوفوا اغسله طبعا ونظيف واصفطه بهذه الحافظة. كيفكم تردون حافظة تردون ماعون اي شيء، انا عندي هاي الحافظة صفطته بهاي الطريقة. بعد ما اصفطه راح اشيسه بكيس واضمه بالفريز، وثاني يوم اشتغله باعوا بهاي الطريقة. طبعا سهل عليكم، هسه راح تشوفون الخطوات كلش سهلة. طبعا هاي ثاني يوم سويت الحشوة، تعرفوها يعني تمن ولحم، واكثر شي خليت لي شحم وكرفس وطماطة وشوية هاي شو اسمها بوتيتاية. فهنا ضفت معجون، ضفت دبس الرمان، وضفت كاتشب، وضفت فص ثوم هماتين، وضفت بهارات ونمو بصرة وملح ولامندوزي، وطبعا هذا الفلفل الاسود، وهنا شوية كركم والملح طبعا والحموضة حسب رغبتكم. وهنا ضفت خاشوقة شكر، الشكر يعطي طعم كلش طيب. وهنا محضرة ومجهزة الغراض والمواد اللي راح اسوي بيها. مثل ما تشوفون اول شي ضفت الزيت، وهنا ضفت العضود نسميها مالت السلك. وبهاي الطريقة شوفوا بنات، هاي ثاني يوم طبعا اطلع قبل لا اشتغل الدولمة بفترة ساعة او نص ساعة راح يذوب. هسه تقولون خاف يتكسر وخاف يظل يلزق، لا نهائيا، تجي سلسة بايدك وبمجرد تشيليها تجي يعني قطعة كاملة. يعني حتى البنات اللي ما يعرفن يلفن دولمة اذا سوون هاي الخطوات وهيك يعني تجمدون السلق راح تصير تجنن وسهلة بايديكم. جربوها بنات وادعولي، يعني بحيث لا تنفتح ولا شي. شوفوا بنات هسه الورق باعوا السلق شلون تنشال وحدة وحدة، لا ملزقة ولا شي. طبعا بنات هسه بعد ما اكملها خليها على الطباخ على التهدير، يعني بس تتعرق، ما اخليها مي بالبداية، واخر شي اضيف لها شوية مي. وهذا السر الدولمة الطيبة. احمس البصل واطفي لونه بالكركم، واخر شي اطفي الدولمة، يعني اشيلها من الطباخ اضيف لها الزيت اللي فرقعناه وياكم. وهذا شكلها شلون مرتبة، ولا تنفتح ولا مفلشة ولا ممرودة، تجي مثل الأقلام مثل الأصابع. يعني حتى إذا تقدرين يعني مثلا تخلينها بغير ماعون تصير هيك مصفطة كلش حلوة ومرتبة. انتظروني بوصفات لذيذة وفيديوهات كلش راح تعجبكم. ألتقيكم عن قريب.